ناقص كده العدسة يا جدعان، انتوا كروتونا ولا ايه؟ فين العدسة؟ الو، السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا احنا غايبين بقالنا فترة كبيرة جدا جدا، ولكن ده كان غصب عننا، ولكن رجعنا لكم بفيديو قوي جدا جدا جدا، وده عشان معانا محمد وجيه. اهلا وسهلا. محمد وجيه يا جماعة لو حد ما يعرفوش فهو واحد من احسن صناع المحتوى في مجال الحياة البرية في الوطن العربي كله، ان ما كانش احسنهم. محمد دايما بيهتم بتطوير المحتوى بتاعه، وفيديو النهارده ده هو مرحله من مراحل تطوير المحتوى بتاع محمد. احنا النهارده هنشتري كاميرا جديده عشان تصوير الفيديوهات بتاعت محمد، فالفتره الجايه انتوا هتشوفوا نقله كبيره جدا، سواء على اليوتيوب، سواء على الفيسبوك، سواء على الانستجرام، وعلى بقيه المواقع اللي محمد بيشتغل عليها. ولكن دلوقتي احنا محتارين بين كاميرتين، كاميرا اسمها كانون R50 والكاميرا الثانيه اسمها DJI اوزمو باكيت 3. لحد دلوقتي احنا ما قررناش لسه احنا هنجيب ايه بالظبط، ولكن خليكم معانا وفي اخر الفيديو هتعرفوا بالظبط احنا جبنا ايه. طبعا يا جماعه احنا الحمد لله واخيرا بعد مده وصلنا القاهره، المتحف المصري هنا على شمالنا اهو، وحاليا احنا في اتجاهنا لمدينه نصر. هنشتري الكاميرا من فرع توبي اللي في سيتي ستار، واستقرينا على كاميرا كانون R50 لان ان الكاميرا دي مناسبه جدا للاستخدامات اللي احنا هنستخدمها فيها. طبعا يا جدعان واخيرا بعد اكتر من 100 مره تهنا فيها و100 دخله دخلناها غلط وصلنا مول سيتي ستار. احنا حاليا في الباركنج بتاع المول، بقالي ياما قوي قاعد جوه العربيه دي، تعبت. احنا جايين على فكره من رشيد لحد هنا. هنطلع دلوقتي ندور على فرع توبي ونختار الكاميرا اللي عجبانا. نشوفكم هناك. احنا دلوقتي حاليا جوه المول، اخيرا وصلنا. بندور بقى على فرع توبي فين. احنا هنا ورانا بالظبط هواوي، وفي تريد لاين بتاع ابل، توكيل ابل، توكيل تريد لاين هنا اهو. المول كبير، المول كبير قوي يا جدعان بصراحه. ده توكيل تريد لاين بتاع ابل. عايزين نبقى نبص على الايفونات اللي هنا. يا جدعان الاماكن الكبيره دي بصراحه متعبه قوي، متعبه قوي قوي، خصوصا لو انت ما انتش عارف يعني. المول هنا كبير جدا جدا، واحنا كل شويه نتوه. احنا من اول ما دخلنا القاهره واحنا بنتوه. اخيرا وصلنا لتوبي. تعالى بقى كده. طبعا يا جدعان واخيرا وبعد تعب كتير جدا، طبعا احنا ما صورناش في سيتي ستار لان هم بعتونا فرع تاني نستلم منه، بس اخيرا الكاميرا بقت في حضننا. احنا جبناها من فرع توبي اللي في 1000 مسكن، هو مش عارف باين بقى ولا لا. فهنروح نقعد في اي حته كده ونفتحها ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا يا جدعان نشوف الدنيا، انبوكسنج سريع. طبعا هيبقى فيه ريفيو كامل للكاميرا ديت بالتفاصيل بتاعتها في فيديو تاني منفصل. شوية كتالوجات، كل ده بيترمي، كل ده مش لازمة. دي تقريبا الضماء، خليه على جنب برضو. بسم الله. دي ايه ده؟ ده البادي بتاع الكاميرا، خليه على جنب دلوقتي. دي ايه بقى؟ ده كابل شحن تقريبا ده كابل شحن ان شاء الله، برضه خليه على جنب دلوقتي. خلينا في الحاجات المهمة. وده الستراب بتاعها، ودي البطارية المفروض يعني. بص عليها نشوفها. دي البطارية بتاعت الكاميرا، تمام. خليها برضه على جنب دلوقتي. المفروض بقى اللي فاضل دي ايه دي؟ ده الشاحن بتاع البطارية، شغال. احنا على فكرة المفروض كنا نجيب بطارية زيادة. ليه؟ عشان البطارية دي فصلت في يوم تصوير طويل ولا حاجة. اونلاين، كله اونلاين بقى. ناقص كده العدسة يا جدعان، انتوا كروتونا ولا ايه؟ فين العدسة؟ المفروض انها هنا يعني، صح؟ الو، فتح منين دي؟ المفروض ان دي العدسة. بسم الله. دي عدسة 18 مللي. لا بص. لحظة جميلة والله. بسم الله.
لسه بريحتها. طيب الوقت. طيب خلينا بقى ننقل الحاجة دي كلها كده على جنب دلوقتي، نشوف الكت بتاع الكاميرا نفسه. آخ بسم الله ما شاء الله. هي دي الكاميرا بتاعتنا. ده بس بقى ايه، هنقفل السنسور عشان بص، هي دي الكاميرا بتاعتنا. نحاول نركب العدسة. بسم الله. نحط دوت على دوت بس. ادينا كده ركبنا العدسة وكل حاجة تمام، كله في السليم. بس نقعد بقى في حتة ونحاول نجرب كده ونشوف الدنيا. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين الساعة دلوقتي 4:15 الفجر. اخيرا وصلنا بلدنا وجينا من القاهرة. طبعا الكاميرا زي ما انتم شايفين كده ركبناها وعملنا فيها كل حاجة وجربناها. الكاميرا بصراحة تحفة ومناسبة جدا، ولكن اليوم النهاردة كان شاق جدا جدا بطريقة انتوا مش متخيلينها. بالنسبة يا جماعة للكاميرا دي، فالكاميرا دي هيبقى فيه فيديو منفصل ليها، هنفصص فيه الكاميرا دي حتة حتة وهنشرح فيها كل خصائصها وكل جزء فيها جزء. كمان المايك اللي احنا بنصور منه ده لسه ما اتعملش عنه مراجعة، برضه هنعمل عنه فيديو مراجعة شاملة وهنقارن بينه وبين المايك النسخة الأصغر منه وهو اللارك A1. وبس كده يا جماعة، نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.